السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن موضوع هو مختلف، بس مش مختلف قوي، مش بعيد عن المطبخ وعن حياة البيت. احنا هنتكلم عن تربية الطيور. اذا اتيح مكان لتربية الطيور حتى ولو كان صغير، نربي في البيت اي حاجة نربيها في البيت. انا عن نفسي ما كنتش اعرف حاجة خالص عن تربية الطيور، ومع الوقت اتعلمت واحدة واحدة، وما كنتش برضه اطلع لهم كمان، ومع ذلك بقيت اتعلمهم، وانا اللي بقيت اطلع لهم، وانا اللي بعمل لهم كل حاجه. اللي بتلم حسنه البيت، يعني بتلم اي اكل من فضلات البيت، فهي مهمه جدا في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها كلنا. على فكره الدكان الحمر دول انا مطلعهم من تحت الحمام، يعني خدت البيضه بتاع الامهات الحمر وحطيتها تحت الحمام، وطلعت لي كتاكيت ديكين حلوين هم ما شاء الله، اللهم بارك. بس انا ذبحت الفراخ الحمراء دي علشان هي بيضها قليل قوي، فجبت الفراخ الصغيره دي كتاكيت، فراخ فيومي، فجبتها كتاكيت لان بيضها احسن، وبرضه بترمي لحم في حاله ان انا حبيت ان انا اذبح حاجه. نظافه مستمره علشان الامراض. وليهم بقى بالليمون بالبصل بالثوم الحاجات دي كلها. وبرضو الكتكوتين الرومي الصغيرين الحلوين اللي هناك دول انا برضو مطلعاهم من تحت الحمام، لان عندي روميه مش بترقد. فباخد بيض واحطه تحت الحمام عادي يعني. وبيلموا حسنة البيت، يعني اي فضلات اكل في البيت بدل ما تترمي في الزبالة بياخدوها. ربي 10 فرخات، ربي اي حاجة. ادي بيضة رومية اهي في الارض، وبهدلوا لي الدنيا خالص. انا هنضف بقى واحط لهم ميه جديده واحط لهم دواء اللي هو موسع الشعب، علشان انا كنت بعد التنظيف رشيت جير، فعشان ما يحصلهمش ضيق تنفس. هحط لهم في الميه يشربوا، واحط لهم فضلات الاكل بتاع البيت، اي حاجه من البيت بياكلوها. هما كده عمر الكتاكيت الصغيره دي عدى شهرين ونص، ففي الوقت ده ممكن ياكلوا خالص بعيد عن العلف، بس لازم احط لهم طاقه علف في اليوم اللي هو 21%. لازم يتحط لهم علف لحد ما يكبروا ويدخلوا على البيض. ما شاء الله. وتقدري ترقدي وتطلعي من عندك انت من بيتك، وان شاء الله ربنا يصلح ما بين ايديكم يا رب العالمين. هي مهمه جدا التربيه في اي وقت وباي ظرف، لان الظروف الاقتصاديه دي احنا شايفين سعر الفراخ ايه وسعر البيض ايه. نحاول بقدر الامكان اللي عنده اي حته صغيره يعمل فيها. بالنسبه للي احنا شايفينه دلوقتي ده تحديقه الحمام، شويه تراب من التراب الاسمر بتاع التربه الزراعيه، على شويه رمل، على شويه جير مطفي، على قالب طوب الاحمر مدقوقين، وحط لهم مع بعض مع حته فحم، ونحطه للحمام حبه صغيرين كده بحبه صغيرين كل اسبوع مره او مرتين. ده بيساعد على خصوبه الحمام. بالشكل ده. هنا كده انا بقول لكم انا مرقده بيضه الرومي تحت الحمام، وللاسف الشديد ان لما كسرتها طلع ما فيهاش كسر، لما كشفت عليها طلع ما فيهاش كسر فرميتها، بس حاطه غيرها وان شاء الله يطلع. حاطه غيرها تحت الحمامه دي وان شاء الله يطلع باذن الله. برضو عشان عندي الروميه مش بترقد، فانا عامله فقاسه يدوي. هي نجحت معايا قبل كده وطلعت، بس هي مش بتطلع 100%. حسب اولا نسبه الخصوبه اللي في البيض، وفي نفس الوقت درجة الحرارة برضو انت ما تقدريش تسيطري عليها قد كده. بس طلعت معايا، يعني لو انا حطيت مثلا 10 طلع معايا 4، طلع معايا 3 قبل كده. فهي النسبة بتاعتها مش 100%، بس يعني انا مش بلاقي حد احط عنده البيض، فبعمل كده، واللي يطلع خير وبركة الحمد لله، فضل وعدل عند ربنا. واذا كان الفيديو ده مهم لكم يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك لو استفدتوا منه ولو بقليل، واتمنى ان انتم تعملوا نفس اللي انا عاملاه ده. الى اللقاء في فيديو اخر.